قبل 2005 ما كنت تقدر تشوف فيديو زي كذا على الانترنت، وهذا بكل بساطة يا عزيزي المشاهد لأن ما كان في أي موقع يتيح للمستخدمين نشر مقطع فيديو، لين ما جت سنة 2005 ويتم إنشاء موقع اليوتيوب، واللي يعتبر أول موقع يتيح للمستخدمين أنهم ينشرون مقطع فيديو بدون إذن أي أحد. معلومة سريعة عزيزي المشاهد، هذه النوعية من الفيديوهات ما ينفع انك تشوف منها دقيقة او دقيقتين، لان باختصار ما راح تستفيد، فيا ان تحفظه عندك وتشوفه في وقت فراغك، او تجيب مشروبك المفضل وتركز في كل كلمة قاعدة تنقال، لان صدقني الفيديو هذا راح يخليك تفكر في اشياء كنت غافل عنها. وقبل نكمل موضوعنا يعني طلب بسيط، اشترك في القناة وحط زر اللايك على هذا المقطع، واكتب هدفنا اللي في هذه السلسلة، كل يوم وكل مقطع نفكر فيه نحو المليونية يا احمد باذن الله. هذا هدفنا في هذه السلسلة، نشر الفائدة والمعرفة في زحام السوشيال ميديا وفي زحام شبكات التواصل الاجتماعي اللي يندر انك تلقى محتوى هادف مثل محتوانا يعني. فحط لايك عشان نكمل وخلينا نبدأ. الحقيقة ان الموضوع ما وقف على اليوتيوب فقط، فمن بعد 2005 تعدي السنين والسنين وكل يوم يطلع لنا موقع يتيح امكانية نشر الفيديو، بل وينافس المواقع اللي قبلها، فيسبوك، انستغرام وتويتر. طبعا في المرحلة هذه كانت مواقع التواصل الاجتماعي من ابرز ايجابيات العصر. ببساطة مهما كانت المنطقة اللي انت عايش فيها فانت تقدر تتواصل مع اي شخص في العالم، مهما كانت المعلومة تقدر توصل لها في اي لحظة وفي اي وقت في يومك. عزيزي المشاهد، استمر الوضع زي كذا الين سنة 2016، السنة اللي انا تخرجت فيها من الثانوي. يعني معلومة حرفيا ما لها علاقة في الفيديو. الصين عملاق الصناعة والفكر تعلن عن ظهور تطبيق جديد واللي هو التيك توك، التطبيق اللي غزا العالم وسوى نقلة نوعية في مجال الفيديوز. الحقيقة يا عزيزي المشاهد ان النقلة هذه ما كانت من فراغ او حبا في اللوجو، ولكن تيك توك انتشر لانه تطبيق سهل وسلس ويقدر اي شخص في العالم انه يصنع عليه محتوى. والأدهى يا عزيزي المشاهد أن صانع المحتوى يقدر ينتشر ويشتهر بسهولة، خصوصا أن فترة ظهوره كانت مدة المقطع ما تتجاوز 60 ثانية، يعني حرفيا ما في أي مجهود يبذل في صناعة المحتوى على التيك توك ولا يتقارن بالمجهود اللي اليوتيوبرز يبذلونه. طبعا هذا الشيء اللي جنن الناس وبالذات صناع المحتوى. ليش أجلس أيام وأسابيع عشان أصنع مقطع واحد وأمنتجه وبالنهاية هذا المقطع ما يلاقي أي مقابل للمجهود اللي بذل عليه، في حين ان في تطبيق جديد لو حب الشخص انه يبذل ربع المجهود اللي بذله راح ينتشر في اسرع وقت ممكن. وبالفعل يا عزيزي المشاهد، وبدون دراسة لاهداف هذا التطبيق الخبيثة، اكثر من 75% من صناع المحتوى قرروا انهم يتوجهون الى التيك توك. وهنا المصيبة، لان انت كمشاهد شايف ان صانع المحتوى اللي انت كنت تتابعه وتحبه انتقل الى منصة جديدة، فانت وبدون اي وعي راح تروح وتتابع في هذه المنصة الجديدة. مين طبعا اللي قاعد يشوف كل هذه الاشياء اللي قاعد تصير من بعيد ويناظر بكل هدوء؟ طبعا مارك زكربرج متى بفيسبوك، انستغرام، وعندك برضو اصحابنا في اليوتيوب ما جلسوا ساكتين يناظرون. حبيبي شافوا ان الناس مو جالسة تقضي وقت على منصاتهم، ومعدل مشاهدة المقاطع الطويلة في انخفاض وانحدار. التيك توك غير سيكولوجية العالم حرفيا، وطبعا هذه ملايين قاعدة تروح منهم، فبالتالي قرروا انهم يسوون نفس اللي سووه تيك توك، واللي هي اضافة المقاطع الصغيرة. هنا يا عزيزي المشاهد لازم نوقف وقفة ونتأمل الشيء اللي حصل. بكل اختصار في هدفين للموضوع، هدف لمواقع السوشيال ميديا وهدف لمستخدمين السوشيال ميديا. بالنسبة لهدف أي موقع سوشيال ميديا هو بكل اختصار لتحقيق أكبر هدف ممكن من الإيرادات والأرباح. وهنا المعادلة سهلة، كل ما أن جلست وقت أكثر لمتابعة المحتوى داخل هذا الموقع كل ما قدروا هم يحققون دخل أعلى من مشاهداتك للإعلانات داخل هذه المنصة. بالتالي كل موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أبدا مو بفارقة معاه إذا أنت كنت قاعد تستفيد ولا لا، هو الهدف إنه بخوارزمياته يحاول إنه يجذبك أكثر وأكثر ويجلسك أكثر فترة ممكنة. أما إن جينا لهدفك أنت كمتابع لمواقع السوشيال ميديا فهي حاجة من ثنتين، إما أنك أنت قاعد تسلي نفسك وتستغل وقت فراغك، أو أنك للأسف قاعد تضيع وقتك في السوشيال ميديا. وزي ما ذكرنا إن في مليارات قاعدة تندفع، فبالتالي صدقني هم يعرفون كيف يحاولون إنهم يجذبونك في التصفح والإكسبلور، هم يحاولون إنهم يدرسون إيش الأشياء اللي تجذبك، يعرضونها عليك بجرعة ثقيلة، بالتالي انت ما انت قادر تطلع من المنصة لساعات وساعات. ولأن حرفيا أكثر من 60% يمر من حياتنا كبشر في مواقع التواصل الاجتماعي يوميا، فلازم نتكلم وبكل إدراك عن أخطار هذه المواقع اللي أحيانا تمر علينا وما ندري ولا نوعي هذا الشيء. نبدأ بأقوى شيء، خطر التجسس وسرقة المعلومات. أقول لك شيء، الفيديو اللي أنت قاعد تشوفه حاليا
الآن أنت قاعد تشوفه ما طلع لك صدفة، بل ظهر لك الآن في هذا الوقت لك أنت تحديدا لسبب، وتعال أقول لك ليش. الموضوع يبدأ من أول ما أنت تحمل التطبيق، وعلشان أنت تقدر تستخدم التطبيق لازم أنت توافق وتسمح بالإشعارات اللي هم يحطونها، وبالعادة 90% مننا ما يقرأ، وبكل بساطة يحط موافق. أنت هنا للأسف تعطيهم الإذن بالتخزين، وهذا للأسف اللي يخليهم يعرفون يتبعون كل حاجة موجودة على جهازك، واللي ببساطة يخليهم يعرفون اهتماماتك. تقوم أنت مرة ثانية وبكل بساطة تعطيهم إذن بجهات اتصالك، فهم وبكل ذكاء يبدون يظهرون لك أول ما تفتح التطبيق، فتحس إنهم قريبين منك. خالتك هدى على الإيمو، عمك خالد على السناب شات، والسباك عبد المنعم على الفيسبوك. يستمر الموضوع تعطيهم سماح وإذن على الوصول للمايك حقك، وهذا يا عزيزي المشاهد اللي يخليهم عايشين معك لحظة بلحظة، علشان يعرفون كل شيء أنت تفكر فيه وتتكلم فيه في حياتك الواقعية. بالتالي يقدرون يستدرجونك فيه بالإعلانات اللي يطلعونها لك، وبكل بساطة تشتريها. جماعة الخير أنا مو جالس أبالغ، كثير مننا كنا نتكلم في يوم من الأيام عن أشياء في حياتنا، فجأة أفتح الانستغرام ألقى نفس هذا الشيء إعلان. جرب تكلم عن شوز فلاني أو ماركة فلانية، وبتلاحظ أنها فجأة بدأت تطلع لك في الانستغرام وانت قاعد تقلب بين البوستات. صدفة؟ لا أكيد مو بصدفة. وانت يا عزيزي المشاهد بعد كل هذا جالس وما انت حاسب قيمة الوقت اللي قاعدة تروح منك، بل ممكن تكون جالس ومستمتع بالجلسة هذه، وللأسف انسرقت منك بياناتك ومعلوماتك، وكمان انسرق منك وقتك. 2. خطر سرقة الوقت والعقل. مؤخرا بدت مواقع السوشيال ميديا تهتم بتوسيع نطاق نوعين محددين من المحتوى، اما المحتوى الطويل والمتمثل في البرامج او البودكاستات، او المحتوى القصير اللي متمثل في مقاطع الريلز. وطبعا لان هذول الشيئين عكس بعض تماما، مش بس في المدة الزمنية ولكن فيما يتعلق بمقدار الفائدة في كل نوع منهم. تعال قرب شوي علشان اشرح لك. المحتوى الطويل بكل بساطة انت تكون شايف الفيديو من برا وعارف الوقت حقه قبل لا تدخل على المقطع، فبكل تأكيد انت ما راح تدخل على مقطع مدته 2 أو 3 علشان تشوف 3 دقائق منه. انت هنا راح تدخل المقطع وراح تعرف انك بتشوف المقطع كامل او جزء كبير منه. هنا نقدر نقول هنيئا لك، لان على الاقل بتطلع بفائده من هذا المقطع اللي انت قررت انك تشوفه. اما على العكس تماما في المقاطع الصغيره، فانت تجلس في دوامه لا متناهيه من السكرولينج ومن النزول ومن النزول الى ما لا نهايه. بالتالي كل مقطع عباره عن شيء انت ما انت متوقع اصلا انك تشوفه، فذاكرتك ما راح تحتفظ فيه لوقت طويل، وتكمل النزول بدون أي فائدة وضياع للوقت. طبعا عزيزي المشاهد إن جينا على الوقت فأمورك طيبة، ولكن للأسف هذا دمار شامل للعقل. العقل أحمد صعدت الموضوع شوي. لا ما صعدته، تعال أشرح لك ليش. اللي أنت قاعد تسويه إنك قاعد تحاول إنك تعود عقلك على إنه يستقبل المعلومات بكل سهولة وبأسرع وقت ممكن. فبدل ما إنك تقعد تقرأ كتاب أو تشوف وثائق لمدة 2 أنت لخصت كل اللي في الكتاب على اللي بالفيلم بمقطع ريلز مدته 60 ثانية. هنا أنت عودت عقلك على إنه يستقبل المعلومات بكل سهولة تامة، بالتالي راح تخرج منه بكل سهولة تامة. وعلشان أعطيك مثال واقعي، الفرق في هذا المثال زي الطالب المجتهد اللي يجلس طول السنة يذاكر ويدرس والمعلومة تثبت براسه حبة حبة، تلقاه طول حياته ذاكر هذه المعلومات حتى لو تمر عليه بعدين، مقارنة بالطالب الزاحف اللي ما يذاكر إلا ليلة الاختبار. بالتالي تلقى أن بعد الاختبار على طول المعلومة تطلع من راسه ولا يبقى لها أثر. استقبل المعلومة بسهولة وسرعة، وطلعت المعلومة بسهولة وبسرعة. دراسة نشرت عام 2021 واللي وجد فيها الباحثين أن سبب لجوء الشباب مواقع التواصل الاجتماعي هو انهم يخففون الضغط والتوتر اللي هم فيه. طبعا وفقا للدراسه انهم وجدوا ان فعلا هذه التطبيقات تخفف التوتر مؤقتا، الا ان المشكله تنشا عندما يظل الافراد يستخدمونها لفتره ايضا طويله. طبعا زي ما ذكرنا سابقا ان هدف خبراء السوشيال ميديا والباحثين في هذا المجال انهم يخلونك تدمن هذه النوعيه من المقاطع الصغيره، وهالشيء يكون عن طريق انهم يعطوك جرعه من الدوبامين السلبي اللي يحسسك بانك مستمتع بوقتك، ولكن الحقيقه انت ما انت حاسب وقتك عشان تستمتع فيه اصلا. 3. مواقع التواصل غير الاجتماعي. في بداية ظهور السوشيال ميديا في مطلع الألفينيات كان التواصل بين البشر مقتصر على نوعين من التواصل، التواصل المباشر أو التواصل عن طريق الجوال. مع توغل وانتشار السوشيال ميديا الوضع اختلف تماما. في ظل الانتشار الكبير المليء بالمخاطر اللي قلناها، ممكن انك تشوف أفراد عائلة جالسين في مكان واحد وكل واحد منشغل على جواله ولا يدري عن الشخص الثاني، بل أدهى والأمر أن تلقاهم يتواصلون مع بعض في السوشيال ميديا ويرسلون بعض ميمز وهم جالسين أمام بعض ولا يتواصلون بشكل مباشر. بدون مبالغات يا جماعة الخير، هذا الشيء فعلا يضايق وسبب تفكك كبير بمجتمعنا. نلاحظ دائما يقولون جيل الأولين والجيل الطيب، وكيف كانوا الناس يقضون لحظات واقعية وحقيقية مع بعض. فللأسف في الممارسات هذه كانت نتيجتها واحدة، واللي هي إضعاف شخصية الفرد سواء اجتماعيا أو مهنيا. تحولت هذه المواقع لأداة سلبية يفقد فيها الفرد هويته وشخصيته، فصارت فعلا مواقع تواصل
غير اجتماعي. هنا خليني أعرض لك إحصائية نشرتها GWE للأبحاث، واللي تقول أن مستخدم الوسائط الاجتماعية النموذجي اللي هو الشخص العاقل والمتوازن يقضي حوالي 2 و23 دقيقة على منصات التواصل الاجتماعي يوميا. طبعا الإحصائية تقول لك أن هذا هو الشخص النموذجي، فما بالك بالشخص الغير نموذجي والشخص الغير متوازن، كم ساعة جالس يقضي؟ صدمة عمري لما دخلت على الإعدادات وشفت كم معدل استخدامي للجهاز، طلع أكثر من 8 ساعات ونص يوميا. يعني حرفيا ثلث حياتي قاعدة تضيع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وأنت بعد راح تنصدم لما تدخل تشوف إحصائياتك وكم معدل استخدامك. 4 أخيرا وأهم شيء، واللي هو خطر الإحساس بالفشل والمقارنة بالآخرين. عزيزي المشاهد، ما في إنسان طول حياته سعيد، وما في أيضا إنسان طول حياته حزين، ولكن للأسف في كثير ما يعرف الكلام هذا، أو يكون عارفه بس مو جالس يطبقه في أرض الواقع. علشان كذا خطر المقارنة بالآخرين من أهم المخاطر اللي ممكن الشخص يطيح فيها. الطبيعي أن كل شخص يحقق نجاح معين في حياته يشاركه في السوشيال ميديا. نجح من الجامعة وتخرج، أكيد راح ينشر على اللينكدين. شرى سيارته اللي يحلم فيها، راح يشارك البوست هذا على الانستغرام. ملك وتزوج، اكيد راح يشارك على السناب شات. بالتالي انت قاعد تشوف افضل ما في حياة هذا الشخص اللي هو قاعد يشاركه، وتتوقع ان هذه هي عبارة عن حياته. طبيعي يا ابن الحلال لو صار له شيء سيء في حياته، او لو انه مثلا فشل في شيء معين، ما راح يفتخر وينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. فبكل منطقية اعرف انك انت تشوف افضل ما في حياة هذا الشخص وقاعد تقارنه بأسوأ ما في حياتك، وتقول انت والله انا حياتي سيئة. انا عن نفسي اشوفها كثير في حياة بعض المؤثرين اللي تشوفهم على ارض الواقع تشوف حياتهم عادية وتحسهم بشر عاديين، ولكن في مواقع التواصل الاجتماعي يلمعون ويزينون نفسهم، فأنت تتوقع أن هذه هي حياتهم. اصحى وركز في حياتك واعرف أن هذا الشيء عبارة عن وهم. مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، كثير فعلا استفادوا وطوروا من حياتهم وحققوا إنجازات، والعكس تماما، فحاول أنك تكون من الفئة اللي استفادت واللي بتستفيد بإذن الله. طبعا دام أنك قاعد تشوفني فإن شاء الله أنك من الناس اللي جالسين يستفيدون. نهاية هذه الحلقة، شكرا جزيلا لمتابعتك ودعمك لي يا حبيبي وعزيزي المشاهد. لا تنسى تدعمنا بلايك وتشترك في هذه القناة وتكتب بالكومنتات نحو 1,000,000 يا أحمد، هدفنا بإذن الله. نشوفك على خير.